يلا مع بعض نبدأ وصفة من وصفات المدارس. بما ان المدارس على الابواب، حبيت ان انا اعمل وصفة اقتصادية هتعجب الاطفال جدا جدا، يقدروا ياخدوها معاهم المدرسة، وكمان هتوفر عليكي كتير جدا. هو بيتباع في الفرن غالي، بس احنا بقى مفيش حاجة يعني تقدر تغلبنا، احنا هنغلب الفرن كلها وهنعمل الوصفات كلها في البيت بكمية وفيرة. وكمية الدقيق عملت معايا كمية كبيرة جدا. حطوا لايك وتعالوا يلا نشوف المقادير مع بعض. هنعمل ايه؟ معايا كيلو من الدقيق متعدد الاستخدامات. هضيف عليه نص معلقة كبيرة من البيكنج باودر، وكمان هضيف عليهم كيس خميرة ومعلقتين كبار من السكر. هبتدي ان انا اقلب المكونات الجافة كلها مع بعضها، وبعد كده هجيب معايا معلقة كبيرة من بيوريه الطماطم او الصلصة الجاهزة، ومعايا كوباية الا ربع من الحليب. هدوب الصلصة في الحليب وهبتدي ان انا انزلها على الدقيق بالشكل ده. وكمان هجيب معايا 3/4 كوباية او نص كوباية من المية، هضيف عليها حوالي 3 معالق كبار من الخل. وهبتدي بقى ان انا اعجن المكونات كلها مع بعضها مع حوالي ربع كوب من الزيت. طيب هنا هو نوع الدقيق هيرجع ليكي انتي. انا نوع الدقيق اخد معايا 2.5 كوباية من المية. في انواع دقيق بتاخد سوائل كتير، وفي انواع دقيق مش بتاخد سوائل كتير، فدي حاجة ترجع ليكي انتي وبتشتغلي في العجن. انا ابتديت احط حبة حبة صغيرين، لان انا مش عايزة ازود عن كيلو الدقيق، فلو زودتي مية كتيرة هتضطري ان انتي تزودي دقيق، فحاولي ان انتي تشتغلي بحرص شوية. والاهم من كل ده انك لما تلمي العجينه تبقى طريه معاكي، ما تبقاش ناشفه. اهم حاجه ان هي تبقى بتلزق معاكي، بس في نفس الوقت تقدري تشتغلي بيها. طبعا انا مش هسيبها بقى تخمر شويه، لان هشتغل فيها على طول. هبتدي ان انا اخد فيها كور صغيره. لو عندك ميزان تقدري تشتغلي بميزان، لو ما عندكيش حاولي ان انت بقى بالنظر كده تخلي القطع بتاعه العجينه كلها قد بعضها. هنبتدي ان احنا ندخل العجين كده هوت في بعضه ونلفها لفة بسيطة زي ما انت شايفة، لحد ما الملمس بتاعها يكون من فوق ناعم. نوع البوريك ده يا جماعة مشهور جدا جدا في الفرن، بس للأسف أسعاره بتبقى غالية، فطبعا ليه احنا نعمله في البيت ونوفر على نفسنا. وكيلو دقيق هيعمل معانا كمية كبيرة زي ما انتوا شايفين كده. ديت كيلو الدقيق يا جماعة عمل لي القطع اللي انتوا شايفينها دي كلها. صراحة انا ما عدتهاش، فقلت اسيبها كده بالبركه يعني. طيب الحشوات ايه؟ الحشوه بقى اللي انت تفضليها. انا حطيت جبنه اسطنبولي على جبنه براميلي. هبتدي بقى ان انا اخد قطعه كده من العجينه وافردها على رشه دقيق صغيره. بعد كده هنفض منها الدقيق وهبتدي ان انا احط الحشو. طبعا الحشوات ترجع ليكي، انا عامله الوصفه اقتصاديه وحشيتها جبن بس. تقدري ان انت تحشي سوسيس، تقدري تحشي جبنه بزيتون، تقدري تحشي لحمه مفرومه، تقدري تحشي اللي انت بتحبيه واللي الاولاد عندك بيحبيه تقدري تحشيه. طبعا فردناها وحطينا الحشو، وهنبتدي ان احنا نقفلها زي ما بنقفل القطايف بالظبط. وهنبتدي ان احنا نخلي شكلها كده منمق، وهنخلي القفلات اللي احنا قفلناها هنخليها من تحت. هنحطها في صينيه. طبعا احنا مشغلين الفرن على درجه حراره 200 او 220، لان من اساس نجاح المعجنات ان احنا ندخلها على نار عاليه، لان لو دخلتيها على نار هاديه هتاخد وقت معاكي في الفرن وهتطلع ناشفه. طبعا خلصت وسبتها تخمر حوالي نص ساعه او ساعه الا ربع. وكل اللي انا هعمله ان انا هجيب لبن عادي او حليب، وهبتدي ان انا المع الوش بالراحه خالص عشان ما هبطش التخمير بتاعي. بعد كده هبتدي ان انا احط عليها حبه البركه. عايزه تحطي سمسم حطي، لو عايزه تستغني عن السمسم وعايزه تستغني عن حبه البركه تقدري ان انتي تلمعيها كده بالحليب وتدخليها الفرن على طول. بس انا طبعا بفضل ان انا احط لها سمسم او حبه البركه، لان الحاجات دي كلها فيها غذاء يعني، فبتبقى طعمها كمان لذيذ جدا مع المعجنات. انا طبعا هخلص الكميه كلها، مش بياخد وقت في الفرن اطلاقا، هما بكتير قوي 10 دقايق. هنا بعد ما استوى وطلعته وابتديت ان انا اديله بخة ميه واغطيه بفوطه 5 دقايق بالظبط، وهتلاقيه معاكي. يعني مش قادره اوصفلك، اولا الريحه خطيره، الملمس بتاعه حلو جدا، طري طراوه، مش قادره اوصف لكم يا جماعه. شايفين الجمال عامل ازاي؟ بصوا بجد خطير، احلى مني سندوتش هتقدري تعمليه. انا كمان بعمل كميه وبحطها في علبه او في كيس محكم الغلق، وكمان بحطها في الفريزر، ووقت ما احب اطلع
بحط في الميكروويف على طول، مفيش دقيقة، بيبقى كأنك لسه طالع من الفرن. شايفين اللون بتاعه واخد لون من تحت ذهبي ولون من فوق، وبجد خطير يا جماعة. اتمنى ان انتوا تجربوه. تعالوا بقى نشوف الحشوة من جوه عاملة ازاي. حشوة الجبن الناس كلها بتموت فيها بجد، لان هي حشوة بسيطة جدا وسهلة والكل بيحبها. وارجع واقولك تاني، الحشوات ترجع ليكي واللي تفضليه اعمليه. وده كان الوصفة بتاعت النهاردة. اتمنى ان هي تكون عجبتكم، واتمنى ان انتم تعملوا لايك، ولو اول مرة تشوفوني تابعوني، واشوفكم تاني بفيديو جديد. باي باي.